بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أحمد شرغوش، أهلا وسهلا بيكم في فيديو تعليمي جديد. كنت بقول زمان لما حد يسألني على سؤال وأجاوبه عليه فيقول لي احنا بنتعلم منك، كلنا بنتعلم من بعض. انت بتفيدني خبرة وانا بفيدك خبرة، ولازم الخبرات تتناقل، واللي عنده خبرة ومعلومة حقيقية متأكد منها بيقولها. عنده معلومة شاكك فيها أو مش متيقن منها يدور عليها الأول قبل ما يفيد بها غيره، لأنه ممكن يضر بيها غيره ما يفيدوش. ده التعليم الصح، وده التنقل للخبرة السليمة. نيجي هنا لموضوعنا. من ضمن أعضاء القناة المحترمين المتابعين لينا سألني سؤال، هو بيسأل سؤال عشان يستفاد بمعلومة كان نتيجتها الفيديو اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي ده. قلت يبقى فايدة للجميع. أنا عارف المعلومة اللي هو سألني عليها وجاوبته عليها، ولكن مش العبرة إن أنت تبقى عارف المعلومة. في نقطتين مهمتين جدا أو هامين جدا، إزاي توصل المعلومة عشان غيرنا وكلنا نستفادوا بيها. الحاجة التانية، هو اثبت كلامي ان كلنا بنتعلم من بعض. هو سأل سؤال النهارده انا جاوبت عليه وبعمل عليه فيديو عشان كلنا نستفادوا منه، فكلنا بنعلمه بعض بطرق مختلفة. بيسألني بيقول لي انا عامل فيديو على مكنة، فقال لي طيب انا جايب مكنتين من بلد ما معايا وانا جاي، فبفتح جناب المكنة اللي عليها ترس الشجرة زي ما اتفقنا، لقيت الجلب جرافيت، والمفروض ان المكنة بيتقال عليها انها على رمان بيلي اللي في الجناب. فهل دول مكن تعبان؟ هو بيقول لي كده بنفس اللفظ. مفيش حاجة اسمها مكن تعبان ومكن سليم. في اسمها مكن شعبي ومكن لوكس ومكن عالي براندات. هو المكن اللي معاك متوسط على قد فلوسه وكويس، ولو استخدمته استخدام سليم هيأدي نفس النتيجة. ولكن مع الوقت الرمان بيلي بيخفف 45% من الضغط اللي داخل على المكنة. عشان كده المكن الحديث فيه دراجات وفيه تحميل اكتر من المكن القديم اللي كان على جلد سواء جرافيت او نحاس. وطبعا هو قصده الجنبين اللي هنا دول انا هشيل الدراع. كده كده بيبقى فيه رومانبيل تحت الحلة في اي مكنة، والرومانبيل ده ما بيتحطش بلاستيك، بيبقى رومانبيل حقيقي سواء كانت المكنة رخيصة او غالية. اما اللي على الجنبين هنا دول اللي داخلين على الترس اسمه ترس القرش، بيبقوا في المكن القديم جلد نحاس، عشان كده كان قوي بس بطيء، او رمان بلي سواء استانلس او رمان بلي معزول او رمان بلي حسب درجاته واسعاره، او جلد جرافيت، وده ابسط نوع. النهارده بقى عايز اقول لك على حاجه. طب ايه رايك لو معاك مكنه جلابها جرافيت؟ طبعا المكنه اللي معايا دي مش جلابها جرافيت، انا بشرح عليه دي مكانتنا بتاعتنا. لو معاك مكنه الجلب بتاعتها هنا جرافيت هخليك تعلي مكانتك بمنتهى السهوله. شيء بسيط قوي ان احنا نفك الثلاث مسامير دول، وتاخد الجلبه الجرافيت اللي هنا واللي تحت الترس وتفك، وتعرف انت اول حاجه بتفكها ايه عشان تعرف الترتيب تيجي ترجع بطريقه بسيطه وما فيهاش اي تعقيد. مش محتاج تروح لحد بتاع صيانه يتاجر عليك. هتاخد الجلبه الجرافيت، خليك فاكر انت هتاخد الجلبه الجرافيت تجيب نفس القطر ونفس الوسع من جوه، اهم حاجه، ونفس الارتفاع. ليه نفس الارتفاع؟ عشان لما اجي اقفل الباب ما تبقاش هي اضخم من القديمه فالمكنه تتقل او الباب يفضل مفتوح ما يتقفلش. هتجيبها بنفس المقاييس، بدل الجلبه الجرافيت هيقيسها لك بحاجه اسمها بوكليز. عنده حاجه اسمها بوكليز، هيقول لك ارتفاعها وعرضها، واقول له عايز زي دي بالظبط هيديك. هات رومانبيل محترم وغير بدل الجلب الجرافيت. هو شيء بسيط جدا وكلام بسيط جدا، ولكن ممكن ما يكونش حد عارفه او حد يستفاد بيه. الفيديو قصير بس يا رب يجعله في ميزان حسناتنا، وواحد او اتنين او الناس كلها تستفاد بيه. اللي عنده مكنه جرافيك ينزل يغيرها برمان بيلي استانلس محترم، مش هيبقى غالي، وبكده انت عليت مكانتك واستفدت بيها. لو هتخش بقى على التشحيم والتزييت هتتابعوا بقيه القناه فيها جميع الفيديوهات. الفيديو كان بسيط بس الفكره عجبتني وقلت فرصه ان انا اشوفكم
وصبح عليكم. متابعين قناة أحمد شرغوش، أهلا وسهلا بيكم. اللي عنده أي سؤال أنا برد في التعليقات قدر الإمكان عليها، لعلنا نستفاد ونلاقي أفكار جديدة نعمل عليها فيديوهات ونستفاد منها كلنا. أحمد شرغوش، بياع الطيب.